وايضا غادي تطلبوا من بلومبي انه ما يدير لكم شي مسافه كبيره بين البلاصه ديال الحار والبارد. القياس اللي كيكون مزيان تقريبا واحد 6 سنتيمتر. علاش؟ باش هاد البلايص هادو كاملين كيجيو مدرقين بهذاك العمود ديال المغسله. والصراحه حتى انا كنت مزيره في الفلوس وخديت من عندهم المرحاض والفاسك وخرجت الجوده ديالهم ممتازه. السلام عليكم، كيف الأحوال؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم هو عبارة عن جولة في محل صانيلي لبيع كل ما كيتعلق بالحمامات من مراحيض، مغاسيل، لي فاسك. في هذا الفيديو غادي نساعدكم في تأتيت الحمامات ديالكم بدون أخطاء مع الأثمنة بالتفصيل. فيديو غادي يكون مهم بزاف بزاف، تابعوا إلى الآخر. ولكن قبل ما نبداو ما تنساوش تهبطوا لتحت وتعملوا واحد اللايك. واول حاجه غادي نبدا لكم بها هي المراحيض، الانواع ديالها والاثمنه ديالها وشنو هو النوع المزيان اللي تقدروا تختاروه للحمام ديالكم، وايضا الانستالاسيون المناسب لهاد المراحيض. وكما كتعرفوا كاملين كاينه جوج انواع ديال المراحيض. كاين المرحاض اللي هو ارضي كما كتشوفوا معايا في الصوره، وكاينه نوع اخر اللي كيكون معلق. اول حاجه غادي نبدا لكم بها هو هذا النوع الارضي. كما كتشوفوا معايا هذا النوع الثمن ديالو 1900 درهم. بالنسبه لجميع الاثمنه اللي كاينه هنايا في سانيتير هي اثمنه متوسطه، وحتى بالنسبه للجوده راه هي جوده متوسطه. السلعه اللي عندهم هي كامله السلعه ديال تركيا. يعني بالنسبه للاخوه اللي ما بقات لهمش الفلوس كافيه وبغاو يعدلوا الحمامات ديالهم، يعني تقدروا تاخذوا السانيتير من سانيلي. راه الاثمنه في المتناول، وحتى بالنسبه للجوده راها مزيانه. شوفوا معايا هاد لافابو الثمن ديالو جد مناسب. الحوض داير 570 درهم، وبالنسبه للعمود التحتاني داير 240 درهم. المهم غير ردوا البال في هذا الفيديو، اي حاجه صورت لكم راني صورت لكم معاها الثمن ديالها باش تاخذوا فكره شامله على الاثمنه. بزاف ديال الاخوان كيقولوا لي بانهم كيلقاو المراحيض باثمنه غاليه بزاف، وكيسولوني واش هاد الثمن الغالي عنده دور في الجوده او لا. غادي نقول لكم بطبيعه الحال عنده دور ودور كبير. لان الثمن ديال الكرسي الحمام كيتحدد على حسب بزاف ديال المواصفات، منها الماركه. يعني ملي كتكون واحد الماركه اللي هي معروفه ذات الجوده العاليه، راه بطبيعه الحال سانيتير ديالها كيكون الثمن ديالو زايد. ايضا اللي كيدخل في تحديد الثمن ديال هاد الكرسي ديال الحمام التصميم والشكل ديالو. يعني كل ما كان هذاك الشكل اللي هو زوين والديكور ديالو زوين كيكون الثمن ديالو زايد. وايضا المواد الاوليه اللي مصنوع بها هذا المرحاض يعني كيدخل في تحديد الثمن ديال هذا الكرسي. لان كرسي الحمام كيدوز بزاف ديال المراحل ديال التصنيع. اول حاجه كيمر بها هو التصميم، يعني كيكون واحد المهندسين متخصصين اللي كيختاروا واحد الديزاين، واحد الشكل من هذاك الكرسي. وبطبيعه الحال كل ما كان هذاك الشكل انيق وجميل كما قلت لكم كيكون الثمن ديالو زايد. وايضا كيختاروا واحد القالب المناسب من هذاك الشكل او هذاك التصميم اللي اختاروه في الاول. من بعد كيطحنوا وكيخلطوا هذيك المواد الاوليه اللي كيصنعوا بها هذا الكرسي. بطبيعه الحال هذيك المواد الاوليه كيديروها في هذاك القالب الاول اللي اختاروه، ومن بعد كيدخلوا هذاك القالب للفرن باش يطيب. وبطبيعه الحال كل ما كان هذاك الفرن عنده درجه الحراره عاليه هذاك المرحاض كيكون اكثر صلابه واكثر جوده، وطبعا غادي يكون الثمن ديالو غالي. ومن بعد كتجي المرحله ديال الصباغه ديال هذا المرحاض، وبطبيعه الحال كل ما كانت هذه الصباغه الجوده ديالها مزيانه الثمن ديال هذا الكرسي غادي يكون زايد. وايضا من بين الاشياء اللي كتغلي لنا الثمن ديال هذا الكرسي هو الغطاء ديالو. يعني بالنسبه للانواع اللي كتكون هوت غام كيكون الثمن ديالها غالي. بالنسبه للغطاء ديال الكرسي راه ما كيكونش مصنوع من البلاستيك، راه كيكون مصنوع من الميلامين المقوى. وبطبيعه الحال هذاك الميكانيزم ديال لاشاس هو كلشي، يعني خصو تكون الجوده ديالو مزيانه باش ما كيتخسرش بسهوله. المهم انا حاولت نركز لكم على مجموعه ديال المواصفات اللي خصكم تكونوا عارفينها ملي تبغيو تشريو المرحاض للحمام ديالكم. خصوصا اذا كنتو غادي تاخذوا شي نوع اللي يكون غالي باش ما تدفعوش فلوس زايده ولكن الجوده تكون ناقصه. وايضا ردوا البال لواحد القضيه، ملي تجيو تختاروا السانيتير الحمام ديالكم حاولوا ما امكن الحوض والمرحاض والبيدي يكون عندهم نفس الشكل. مثلا اذا اختاريتوا الحوض يكون مستطيل حتى المرحاض يكون مستطيل، اذا اختاريتوه اوفال حتى المرحاض يكون اوفال. وايضا حاولوا تبعدوا من هاد الاشكال اللي كنصور لكم دابا، هاد الاشكال اللي كتكون فيها هاد الرسومات هادي.
كتجي مشارجيه بزاف في الحمام، وخصوصا اذا كانت عندكم الحمامات صغيره. يعني من الاحسن تاخدوها سامبل، ما فيها لا رسوم لا حتى حاجه. كل ما كانت الحاجه كتكون سامبل كتكون انيقه وكتبان راقيه في الحمامات ديالكم. وبالنسبه للاخوان اللي باغيين يديروا في الحمام ديالهم لافابو، ما باغينش يديروا الفاسك بالبلاكار، حاولوا ما امكن تختاروا النوع اللي عنده هذاك العمود ديالو قصير، كيجي غير في الحيط ما وصلش حتى للارض. بطبيعه الحال هذاك النوع كما كتعرفوا عنده عده امتيازات، من بينها الشكل الجمالي ديالو، ما كيبينش الحمام عامر، يعني واخا كيكون عندنا الحمام صغير ما كيبانش مشارجي. وايضا كتكون السهوله ديال التنظيف تحت من هذاك المغسله. غير هي النصيحه اللي غادي نقول لكم قبل ما ديروا لانستالاسيون في الحمام ديالكم، شوفوا المغسله اللي بغيتو وحاولوا تشريوها، او على الاقل تمشيو للمحل وتاخذوا القياس من الارض حتى البلاصه ديال فين كاين العمود ديال هاد المغسله اللي بغيتو، باش هذاك القياس اللي خديتو كتعطيوه للبلومبي وكيدير لكم الفتحه ديال القادوس في المكان المناسب، باش ملي كتجيبوا المغسله هذاك العمود ديالها كيدرق لكم على هذاك الفتحه ديال القادوس. لان هاد الانواع ديال المغاسيل عندها القياسات ديال الاعمده ديالها مختلفه، كاين العمود اللي كيكون قصير، كاين العمود اللي كيكون طويل شويه. وايضا غادي تطلبوا من بلومبي انه ما يدير لكم شي مسافه كبيره بين البلاصه ديال الحار والبارد. القياس اللي كيكون مزيان تقريبا واحد 6 سنتيمتر. علاش؟ باش هاد البلايص هادو كاملين كيجيو مدرقين بهذاك العمود ديال المغسله. ودابا غادي تشوفوا معايا هاد لاغام ديال المرحاض والمغسله والبيدي في اللون الاسود. انا شخصيا ما كنفضلش هاد اللون هذا، كيعجبني الابيض بطبيعه الحال، ولكن كتبقى مساله اذواق. كنحاول نقربكم من الاثمنه باش تاخذوا فكره. بالنسبه لهاد المغسله الثمن ديالها 969 درهم، داخل فيها البلاصه ديال الحوض وحتى العمود اللي هو لتحت. بالنسبه للبيدي 1229 درهم. ودابا وصلنا للنوع الثاني ديال المراحيض، وهي المراحيض المعلقه. كما سبق لي قلت لكم في الفيديوهات السابقه، بالنسبه لهذا النوع ديال المراحيض الصراحه راه كيجيو ممتازين، عندهم عده ايجابيات، منهم انه سهل التنظيف تحت منهم، يعني ما كيجمعوش الاوساخ. الشكل ديالهم كيجي انيق، ما كياخذوناش واحد ليسباس اللي هو كبير، خصوصا اذا كانت الحمامات صغيره. وبالنسبه للناس اللي عندهم تخوف من هذا النوع هذا، خصوصا في الصيانه، كيخافوا اذا وقع لهم مشكل من بعد، خصهم ينوضوا يهرسوا الحمام ويهرسوا الزليج عاد باش يقدروا يصلحوا هذا النوع ديال المراحيض. غادي نقول لكم لا، ودابا غادي نوضح لكم اكثر الطريقه باش كنديروا الصيانه لهذا النوع ديال المراحيض. وكما كتشوفوا معايا هاد البلاصه هنا فين كيخشي المعلم الميكانيزم ديال هاد الانواع ديال المراحيض، وملي كيوقع فيها شي مشكل من بعد يكفي انه كيحل هاد البلاصه وكيجبد هذاك الميكانيزم وكيصلحو اولا كيولي يبدلو، وكيولي كيسد هاد البلاصه هادي بهاد الاكسسوار. بطبيعه الحال كما سبق لي شرحت لكم ان الحائط اللي كيكون فيه هذا المرحاض ضروري خصو يكون مدوبل، باش كنقدروا في وسط منه اونكاستريو هذا الميكانيزم. تقدروا تدوبلوا فقط هذاك البلاصه اللي كيكون راكب فيها هذا المرحاض، اولا تدوبلوا هذاك الحائط كامل، يعني كتبقى مساله اختيار. وطبعا اللي باغي يدير هذا النوع ديال المراحيض راه خصو يدير له الخدمه ديالو المناسبه في الاول، يعني عند بدايه البناء ديال الحمام، ماشي حتى الاخر وتوصل للمرحله ديال الفينيسيون وعاد تقول انا عجبني هذا النوع ديال المراحيض وبغيت نديرو. وبالنسبه لهاد الثمن اللي كتشوفوا معايا ديال 1199 درهم هو ديال الميكانيزم ديال هاد النوع ديال المراحيض. اما المرحاض فهو الثمن ديالو كما كتشوفوا معايا 1678 درهم. وجميع الاثمنه اللي شفتوا اللي دازت راه كانت الاثمنه ديال المراحيض فقط، يعني ما دخلش في هذاك الثمن الميكانيزم ديالها. ودابا غادي تشوفوا معايا الاثمنه والقياسات ديال لي فاسك اللي تقدروا تشريوهم وانتم اللي تعدلوا لهم هذاك لي موبل ديالهم من التحت. غير هو ردوا البال لواحد القضيه، بالنسبه لهاد الانواع اللي كنصور لكم دابا راه ماشي كامله فاسك، راه كاينه فيها لافابو. وبالنسبه للافابو راه الحاشيه ديالو ما كتكونش مديوره باش يدير له واحد البلاكار من التحت، يعني الفاسك هو اللي تقدروا تاخذوه وديروا له البلاكار، اما لافابو راه كيتركب هكاك بوحدو، ما كيدارلوش ابدا بلاكار من التحت. وباش تعرفوا تميزوا بيناتهم راه كتكون اصلا مكتوبه فيهم، يعني ملي كيكون فاسك راه كيكتبوا فاسك، ملي كيكون لافابو كيكتبوا لافابو. بالنسبه لهذا النوع هذا اللي كتشوفوا دابا انتم تشوفوا معايا راه مكتوب فيه لافابو، يعني هذا ما تقدروش نتوما تاخذوه وديروا له بلاكارات من التحت.
وحتى هذا النوع هذا راه هو لافابو ماشي فاسك، ما تقدروش ديروا له بلاكار من التحت. الثمن ديالو 1788 درهم. بالنسبه للقياس ديالو 70 سنتيمتر. عنده من التحت واحد سومي كولون، يعني الكولون ديالو جا غير قصير. لهذا قلت لكم اللي باغي هذا النوع ديال لافابوات ضروري ياخذ القياس من الارض حتى لو كولون، باش تعطيو هذا القياس للبلومبي باش يدير لكم البلاصه ديال القادوس في المكان المناسب. ودابا غادي ندير لكم جوله في لي موبل فاسك، تاخذوا فكره على الاثمنه والاشكال والديزاينات اللي كاينين، وايضا حتى على القياسات. شوفوا معايا هذا النوع الاول اللي في اللون الرمادي. بالنسبه للقياس ديالو هو قياس صغير فيه 60 سنتيمتر. بالنسبه للثمن ديالو 3813 درهم. كيصلح للحمامات اللي هي صغيره. وبالنسبه لهذا النوع الثاني اللي حداه حتى هو نفس القياس، غير هو في اللون الابيض. هاد الجوله اللي كندير لكم تقدروا تاخذوا منها غير الافكار وتشوفوا الديزاينات اللي كاينه، وانتم تخدموا لي بلاكار راسكم، يعني تشريو من عندهم فقط لي فاسك الفوقانيين، والبلاكار التحتانيين نتوما تخدموهم. دابا شفتوا معايا النوع الاول اللي كيكون الفاسك محطوط مباشره فوق لي بلاكار، وكاين هذا النوع هذا اللي كتكون الرخامه محطوطه فوق لي بلاكار، وفي وسط هذا الرخامه كاينه لي فاسك اللي اونكاستري. بالنسبه لهذا النوع هذا اللي فيه جوج ديال لي فاسك الثمن ديالو 7499 درهم. ايضا كاين هذا النوع هذا اللي صغير اللي محطوط مباشره فوق البلاكار، فيه 50 على 60 الثمن ديالو 1329 درهم. غير هي النصيحه اللي غادي نقول لكم، اذا بغيتوا تشريو هاد الانواع ديال لي موبل فاسك جاهزين، حاولوا ما امكن تاخذوا النوع ديال بي في سي، ما تاخذوش الام دي اف، لان كما كتعرفوا الحمام كيكون فيه الرطوبه وفيه البخار، واخا يكون عندكم الكابين دوش بزاف وما كيوصلش الماء، ولكن غير هذيك الرطوبه اللي كتكون في الحمام مع المده غادي تاثروا اذا كانوا ديال الام دي اف. وايضا تقدروا تخدموهم راسكم كما قلت لكم، تقدروا تخدموهم بالالومنيوم. وبالنسبه للاخوان اللي ما عندهمش مع البلاكارات بالالومنيوم وعندهم الحمام شويه كبيبار ودايرين الزاج البلاصه ديال الدوش، يعني الماء ما غاديش يوصلوا من البلاصه ديال لافابو، تقدروا تخدموا هاد لي بلاكار بالخشب ديال لاطي. والمعلم يدير لكم واحد الفيرني اللي هو سبيسيال باش يحافظ لكم على داك البلاكارات من الرطوبه، وتحاولوا نتوما كل سنه تعاودوا هذاك الفيرني باش دائما هذوك البلاكارات يبقاو لكم مزيانين. وبالنسبه للناس اللي باغيين يخدموا هاد لي موبل ديالهم بالرخامه، وهاد الفاسك يكون اونكاسترا وسط الرخامه، راه كاينه جوج انواع. كاينه الفاسك اللي كيجي مهزوز كما كتشوفوا معايا الفوق، وكاينه النوع اللي كيجي اونكاستري وسط الرخامه. انا كنفضل هاد النوع اللي كيكون اونكاستري اللي كتشوفوا معايا، كيكون عملي اكثر. بالنسبه للنوع الاخر راه كيكون معذب في الاستعمال ديالو. وبالنسبه للاخوه اللي باغيين يديروا غير الفاسك بوحدو تحت منه البلاكارات يعني بلا رخامه، رانا وريتكم الانواع اللي كاينه. غير هو نصيحه ضروري ما تركبوا هذاك الفاسك هو الاول، يعني تشريوه والبلومبي يركبوا لكم في الحائط، عادي يجي المعلم سواء ديال الالومنيوم او النجار ياخذ لكم القياس عليه، عادي يخدموا ويجي يركبوا لكم. هذه هي المراحل اللي خصكم تتبعوا. المهم حاولت في هذا الفيديو نركز لكم على جميع النقاط اللي غادي تساعدكم في اختيار السانيتير الحمام ديالكم. نتمنى اني نكون ما نسيت حتى حاجه، واذا شي حاجه بقى عندكم فيها استفسار خليوها لي في التعاليق. ونتمنى هذا الفيديو يكون نفعكم واستفدتوا منه. ما تنسونيش من اللايك، من التعاليق الجميله ديالكم. بارطاجيو هذا الفيديو باش يوصل اكبر عدد ممكن من الناس. وشكرا لكم بزاف بزاف، والله لا يخطيكم عليا، وبسلامه عليكم في فيديو اخر ان شاء الله بحول الله.